السلام عليكم ورحمة الله تعالى ان شاء الله وبركاته. تكونوا بخير. انتم تشاهدوا في فيديو اليوم. جيت نطلع لكم بعض المقتطفات اللي هزيتها في عيد المرأة ونشارككم بها. ما يخفاش علينا بأنه المرأة كرمها الإسلام، مش حتى نجي عيد واحد أو يوم واحد وتتكرم فيه. المرأة هي الأخت، هي الأم، هي السند، هي كل شيء في هذا الوجود. نشارككم ميني فلوج ليوم 8 من مارس، خرجت فيه أنا وصديقاتي للتنزه لتغيير الجو. ما صورتش بزاف لانه حاولنا نتمتعوا بنصف يوم مع بعض، ولكن حاولت انه نهز مقتطفات ولو بسيطة نشارككم بها. رحنا لمحلات متعددة نشوفوا جديد، محلات اكسسوارات، أحذية. أهم نقطة حبيت نعالجها في هذا الفيديو هو مشاركتكم بهذا الاحتفال في مستشفى. المستشفى هذا بدون ذكر الاسم، تحفظا للمساس أو لعدم المساس بأي مصلحة مهما كانت، لأنه احنا هنايا حبينا نديو العبرة وحبينا نشاركوا هذه التجربة والفكرة. المستشفى هذا حاول أنه يفرح المرضى بهذه الاحتفالية، بحيث أنه جعلهم أنه هما اللي يحاولوا أنه يجهزوا لهذا الاحتفال، وهما أصلا يجهلوا أنه حيحتفلوا بعيدهن. وكان هذا هو التنظيم بمشاركتهن. نقلت لكم كواليس التحضيرات. المريضات هنايا كانوا يحضروا في الصابلي. شوفوا ما شاء الله اللمة والفرحة تنسي كل المرض وكل التعب. ما شاء الله التنظيمات كانت رائعة، الأطباق اللي حطوها كانت جد رائعة ولذيذة. شوفوا لي هذيك الفرحة اللي أكيد أي تخرج لكم من الفيديو، على أساس أنه المريضات جد مستمتعات بالعمل اللي يقوموا به. كل الاحترام والتقدير لكل الطبيبات اللي وقفوا على تنظيم هذا الاحتفال. متعودين على هذه التنظيمات وعلى هذه الاحتفالات، وحبيت من هذا المنبر مادام أتيحت لي الفرصة لمشاركتكم هذه الأحداث أنه نشكرهم، وربي يجازيهم كل خير ويكافئهم على هذه الفرحة اللي زرعوها في قلوب المريضات. وللأمانة أنا هنايا كنت مشاركة بنقل الصورة فقط، ما ساهمت في حتى حاجة أنني نقول لكم في الأحداث، يعني باش اللي يقدر يدير الخير يدير الخير، اللي يقدر يزرع ابتسامة ما يبخلش، لأنه والله جبر الخواطر حاجة عظيمة، حاجة كبيرة. إن شاء الله يا ربي يشفي جميع المرضى ويديم الصحة والعافية واللمات الزينة بين الحباب وبين الناس الطيبة. حاولت نشارك معكم هذه اللقطات وهذه المواقف اللي إن شاء الله نحاول نزرعوها في حياتنا اليومية ونشجعوا على حدوثها. هذا مكان حبيباتي، إن شاء الله تكونوا ديما بخير وبصحة وعافية. تهلاو في رواحكم، نلتقي في فيديو آخر. أترككم مع هذه الصور، مع السلامة.